مساء الفل والورد والسعادة. كل التحية لسيداتي وأنساتي الجميلات ورجالتنا وشبابنا الجدعان. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الشهر الكريم. بما إن احنا في شهر رمضان، يعني الشهر الذي سمي بشهر الصبر، إن الواحد بيعتاد الحرمان من حاجات هو بيحتاجها بشكل يومي وبشكل ملح جدا، ولكن بيمتنع عنها طاعة لله سبحانه وتعالى. فهي فضيلة الصبر حاجة كبيرة قوي. لكن هي القصة يعني بالنسبة لنا النهاردة في الدردشة مش بس الصبر عن الأكل والشرب، لا، القصة أوسع من كده بكتير. فلسفة الصبر إيه، وإزاي نستخدمه صح، وإزاي نوجهه عشان يخلينا نتغلب على مشاكل وابتلاءات الحياة الكتيرة. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة عزة زيان، الاستشاري الأسري والتربوي. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب وبالصحة والسلامة، وكل المشاهدين بألف صحة وسلامة ورمضان كريم. الله أكرم. بختارين موضوع من أهم الموضوعات بصراحة، ومناسب جدا للشهر الكريم. طيب، المفترض انه الواحد وهو صايم بيقول لنفسه انا عندي اكل، عندي شرب، عندي الزوجه الحلال، وعندي حاجات كتير حلال، ولكن انا طاعه لله بمتنع عشان ادرب نفسي. لانه مش النفس كل ما تطلب حاجه اقول امين، مش كل ما احتاج حاجه حتى لو الحاجه دي مبالغ فيها او الجرعه بتاعتها مش مظبوطه اقول امين. فتعالي نتكلم الاول على فكره ان الصبر هي اداه للترويض والتربيه. ده حقيقي، فعلا الصبر أداة للترويض، ترويض النفس. والصبر كمان خلينا نقول القدرة على التحكم في الغرائز والشهوات، والقدرة كمان على التحكم في مواجهة أي صعب، أي شيء صعب. وبالمناسبة الصبر صعب في حد ذاته، هو صعب جدا. مش أي شخص نسميه أو نوصمه إنه شخص صبور. في مواصفات للشخص الصبور أو الشخص الصابر على الابتلاءات، او خلينا نقول على الازمات، او حتى على اي مشكله من المشكلات. لازم يكون يعني عنده قدره معينه، وعنده اراده معينه، وعنده ايمان كمان. لانه من غير الاراده والقدره والايمان صعب جدا انه يبقى انسان صابر على اي شيء. تمام. بعض الناس بتقول انه القصة مش مجرد صبر، ده المطلوب الصبر الجميل. ايوه. وقالوا ان من شروطه صح. ان الواحد ما يقعدش يشتكي ويسب ويلعن صح. الظروف او الازمة اللي هو فيها، او يفضل يندب حظه ويقول يا ريتني عملت، او اشمعنى ده بيحصل لي ده، وليه يا رب عملت لي كده، ويبتدي يقول كلام ده كتير حقيقي. مش منضبط الحقيقة. فعايزين برضو نقول ان الصبر الجميل مش زي الصبر العادي اللي هو ده حقيقي. صبر وانا يعني متضرر وماسك نفسي ده بالعافية. حقيقي، الصبر الراضي. يعني هو راضي راضي بما قسمه الله. وفي فرق كمان خلينا نقول ما بين الصبر وما بين التواكل. يعني الصبر محتاج مجهود عشان أصبر، محتاج سعي كمان. أما التواكل هو لا محتاج مجهود ولا محتاج وكمان الشخص المتواكل ده ما بيتحركش، ما بيعملش حاجة، لا يسعى أساسا يعني. فالصبر كمان له أنواع كتير قوي. اصبر على المرض، اصبر على الزوجة او الزوج، لانه برضو الصبر على الشريك برضو له متطلبات معينة، وعايز برضو جهاد مع النفس. مش اي شريك يصبر على الشريك. وخصوصا ان احنا شايفين معدلات الطلاق والانفصال حتى، والخرس الزوجي كمان، لانه الشريك مش صابر على شريكه. الصبر على الاولاد، لان الاولاد او تربيه الاولاد خلينا نقول محتاجه صبر. محتاجه مجهود. عندنا كمان الصبر على المدير مثلا. يعني لو حد عنده مدير مؤذي او مدير غير متعب عادل شوية. متعب، لازم اصبر كمان عليه. الصبر على العبادات واحنا في شهر فضيل. الصبر على الصوم. يعني برضو مش اي حد يقدر يصوم الا الانسان الصابر. الصبر زي ما حضرتك قلت كده وتفضلت عن الاكل وعن الشرب وعن يعني لو في اي شيء تاني بمتنع عنه اثناء الصيام. كل ده محتاج برضو جلد ومحتاج مواجهة، يعني القدرة على المواجهة يعني. طيب، تعالي نتكلم في كل اللي انت قلتيه ده. يلا بينا. اولا استفسار وعلامة تعجب. انت قلتي انه شريك الحياة يصبر على شريكة حياته. هي ليه لازم مراتي تبقى يعني بلوى او ابتلاء عشان اصبر عليها؟ يعني احنا واخدين بعض عشان نبتلي بعض ولا عشان نبسط بعض؟ سؤال رائع جدا. عشان نبسط بعض اكيد، ولكن احيانا، مش احيانا، خلينا نقول احنا كلنا كبشر مش خاليين من العيوب. في عيوب قد تظهر اثناء الخطوبه، وفي عيوب بنشوفها عيانا بيانا كده بعد الجواز. مم. اعمل ايه؟ اطلق او اطلب الطلاق؟
او الانفصال اول ما الاقي عيب ابتدى يظهر، ولا اصبر على الشريك ايا كان العيب بقى. يعني بديله فرصه للصبر، اصبر عليه. في عيب معين انا مش متقبلاه، صوته عالي مثلا، اصبر عليه وبعدين اشوف بقى في اجراءات بقى معينه، اشوف سبب الصوت العالي ايه، هل عنده ضغط من الضغوط؟ طب هل انا يعني السبب الاساسي في انه صوته عالي مثلا بستفزه مثلا؟ هل تفتكري بنات حواء عندهم القدره على الصراحه دي، ان انا السبب اللي عصبت جوزي وخليته يزعق؟ هو لازم يوصلوا لده، لازم يحيدوا نفسهم اصلا في اي، يعني في اي موضوع من مواضيع الحياه الزوجيه لازم يحيدوا نفسهم. لو ما بين قوسين عايزين يحلوا مشكله، لازم احيد نفسي تماما قبل ما ابتدي اجاوب. لانه لو انا حطيت نفسي طرف، او خلينا نقول انفعلت او اتهمت الاخر دايما، دايما لما بنقول الاخر هو السبب، عمر المشكله ما تتحل. امتى المشكله بتتحل؟ لما انا اعتبر نفسي جزء مهم واصيل من المشكله، فابتدي ادور جوه نفسي عن حل للمشكله. ما اتهمش الاخر فقط، انت السبب، انت اللي عملت، انت اللي تتغير. لا، المشكله عمرها ما تتغير. انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. بالظبط يعني. بمناسبه الجمله الرائعه الشهيره اللي الستات على طول بيقولوها، عمر ما الراجل هيعرف لوحده اصلا. يعني الراجل عايز الصراحة وعايز الوضوح باستمرار، عايز الأمور تبقى واضحة. أنا متضايقة علشان واحد اتنين تلاتة أربعة، متضايقة مالك مفيش، متضايقة مالك مفيش، والراجل بيرتكن على كلمة مفيش خلاص. يا ريت مفيش. لكن مفيش دي الراجل أو الست بتقولها عشان الراجل يلح في السؤال. لا مالك، طب عشان خاطري قولي. في اجراءات معينه في دماغ الست مستنيه الراجل انه يتبعها، ما بيتبعهاش. ليه؟ لان هو مش زي الست، يعني هو تفكيره مختلف. ده فرق هرمونات ولا فرق ايه بالظبط؟ فرق النوع. ال الراجل بيفكر بطريقه، بياخد قراراته بطريقه مختلفه تماما عن الست. فالمشكله بتحصل في ان انا بفترض انه الاخر ده عارف، والاخر ده مش عارف. الاخر ده لازم يعرف. عشان كده لازم نقول ان احنا لازم نتكلم مع بعض، نتكلم ونقول انا عايز ايه من الطرف الاخر، احدد له انا عايزه منك واحد اتنين تلاته اربعه، واساله انت متطلباتك ايه، علشان بعد كده يحاسب. ما ينفعش احاسب شخص شريك او شريكه على شيء هو ما يعرفوش، وللاسف ده بيحصل في معظم الجوازات. طيب اللي بيحصل في معظم الجوازات انه يعني الزوجه او الزوج يقولوا مثلا هنصبر عن العيب الفلاني، وما يبتدوش ياخدوا اجراءات للاصلاح، فالعيب ده يتطور لانه يبقى جرأته اكبر، او يبتدي هوة الخلاف تزيد. فهنا عايزين نقول للناس برضو امتى اصبر وامتى احط نقطه من اول السطر اقول لا لازم نقعد نتكلم. في حاجات بتاخد وقت عشان تتغير، وقت كبير عشان تتغير. وفي حاجات او في عيوب خلينا نقول بتاخد وقت صغير او قصير عشان تتغير. وفي عيوب انا مفروض ما اصبرش عليها كتير. من العيب القاتل اللي ما تصبرش عليه كتير عدم الاحترام. يعني عدم الاحترام ده لو اتكرر في البيت، يعني لو خلينا نقول في زوجات وفي ازواج الاثنين بيمارسوا جميع انواع العنف ضد بعض اساسا، بدايه من العنف المعنوي والعنف المادي اساسا، فبيبقى خلينا نقول بقينا في بيت عنيف. بيت الزوج عنيف ضد زوجته، والزوجه نفس الكلام، وحتى كمان في عنف ضد الاطفال ومن الاطفال لاهاليهم. في بيوت كده، طبعا في بيوت كده للاسف. ان انا اصبر، واصبر مره واثنين وثلاثه، وادي فرصه للاخر انه يتغير، واحذره واقول له ان انا مش هستمر في الحياه العنيفه دي. وبعد كده ابتدي يعني حكم من اهله واهلها، وبعدين اشوف متخصصين اعرض عليهم الامر. ولو ما فيش فايده خلاص بقى. الصبر بنقول نقطه بقى وخلاص. اذا دي من العيوب التي لا يمكن الصبر عليها. ده حقيقي. تاني شيء برضو لا يمكن الصبر عليه، خلينا نقول فتره كبيره، الخيانه. سواء خيانه الزوج للزوجه او العكس طبعا. برضو ندي فرصه، ولكن لو مع التكرار، لانه في احيانا شريك هو كده خلاص، هو يعني مصنف زوج خاين، او مصنف زوجه، يعني برضو في زوجات خائنات للاسف. ايوه، الزوج لو عرف ان مراته بتكلم واحد تاني هيصبر عليها ولا يتخانق معاها وممكن يضربها ويطلقها والموضوع يعني يتطور اكتر من كده؟
طيب خلينا نقول حاجة، خلينا نقول إن إحنا سواسية أمام الله في الأخطاء وفي كل شيء سواسية أمام في الله. حاجات في السمعه وفي الشرف ما ينفعش تعدي. ده حقيقي وما تعديش. أنا يعني أنا برضو بطالب إن ده ما يعديش، ويبقى في إجراءات وإجراءات حاسمة. ولكن تعالى نتخيل مشهد إنه في زوج جه يقول إنه خان زوجته وندم. هو اللي اعترف من نفسه، ولا هي شغاله الجستابو والمخابرات الانثويه وعرفت تجيب المعلومه؟ سواء كده أو كده المحصلة واحدة، هي وصلت معلومة للزوجة إن هذا الزوج خان. اي نوع بقى من انواع الخيانه، سواء خيانه كلم واحده بس مجرد مكالمه في تليفون، او خيانات كامله او ما شابه. الزوجه هنا بتعمل ايه؟ بتصبر، بتديله فرصه تانية، بتلوم، بتعاتب، بتاخد اجراءات معينه، او في زوجات بتطلب الطلاق، يعني على حسب شخصيه كل زوجه. وبالمناسبه الزوجات احيانا تمرر ده، ولكن لا تمرر انه الزوج هيتجوز عليها زوجه تانية. يعني الزنا ماشي، لكن الحلال والتعدد بتاع ربنا لا. يعني خلينا نقول الزوجه مش هتمرر الاثنين، لكن ممكن تعدي ايه اسهل واسرع. تعدي لو الزوج مش متجوز عليها او مش هيتجوز عليها. ليه؟ لانه مع الزواج الاخر بالنسبه للزوجه بقى بتقول انه بيترتب عليها حقوق. غير كده هي بتخاف على شكلها قدام الناس، معنى كده انه في انتقاص منها كهي كزوجه، كامراه قدام الناس. كمان خلاص هي المفروض ان هي مقره بالاخرى كزوجه، ليها نفس الحقوق زي ما قلنا، نفس الوقت، نفس الورث. طب الولاد اكيد هو هيخلف زوجة اولاد اخرين من زوجته الثانيه. فبقصد انه عواقب او العواقب السلبيه اكتر كتير. اما في الحاله الاولى لو هو بس يعرف خيانه. واحده يعرف بس واحده، فالزوجه بتقول ايه؟ بتقول انه نزوه وخلاص وراجع. عشان كده ممكن يعني تمرر ده، وممكن تقنع نفسها بده. لكن كونه انه يجي يقول لها انا هتجوز جوازه تانية، معنى كده ان هي هتبقى ليها نفس حقوق الزوجه الاولى، وفي خوف طبعا زي ما قلنا للميراث وحاجات كده. فلا تمرر لا موضوع تمر. الجواز يعني. طيب الزوج اللي دايما يعني بيتقال من مراته يا جماعه انا مش عارف اعمل معاه ايه، هو على طول عينه فارغه ودايما بيبص للستات ودايما بيعاكسهم ودايما بيحاول يتقرب اليهم، انا كده يعني حاسه ان هو انا مش مالي عينه وبالتالي انا عايز انفصل. مهم. تنصحيها بالصبر عشان تحاول تغير الزوج ده، ولا اللي فيه طبع ما بيغيروش؟ الزوج اللي هو عينه زايغه، صح كده؟ امم. طيب الزوج اللي عينه زايغه ده طبعا في ناس، في بعض الرجال ده طبعهم، وفي بعض الرجال بيظلوا يبحثوا عن شيء معين. يعني مثلا هدي مثال، انه زوج بيبحث دايما عن الزوجه الشريكه، شريكه الحياه، وليست الزوجه فقط. الشريكه بمعنى كل شيء، الشريكه في المشاكل، الشريكه في الفرح، الشريكه في فيلم بتتفرج عليه في التلفزيون، منصته جيده، شريكه بمعنى الكلمه. ولكن في بعض الزوجات، انا مش بس بلوم على الزوجات، انا بلوم كمان على الازواج. لكن في الجزئيه دي ممكن جدا الزوج بيبحث عن شيء والشيء ده مش موجود. يعني يعني احيانا هو حاول يدور على اللي هو محتاجه عند مراته وما لقاهوش، فبيبتدي يدور بقى في بنات حواء كلهم. صحيح، فكان قليل الصبر، ما صبرش على زوجته. آه، حاول مرة اتنين، ولكن خلاص هي خلفت، الولاد، المشاكل، المشاغل، البيت، الكلام ده. بتنسى احيانا الزوجة دورها الاساسي والاول اللي بيها بتتجوز بيه انها يعني. زوجة وحبيبة بالظبط، مش كده؟ زوجة تسر عين جوزها. اولا هو يعني الست ليها 3 ادوار اساسية رئيسية. اول دور دورها كزوجة، ثانيا دورها كأم، ثالثا دورها كست بيت. اول دور وهي دورها كزوجة، زي ما قلنا زوجة تسر عين جوزها، فاذا نظر اليها سرتها. وبعدين ندخل بقى على حسن السمع له والطاعة، ولا يشوب منها إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه منها على قبيح، وحاجات كتير جدا من الوصايا العشر اللي قالتها الأعرابية لابنتها في ليلة الزفاف. طيب عندي مشكلة هنا. اتفضل. آه الشرع ما بيفرقش ما بين غلطة الراجل وغلطة الست، يعني حسنات الرجالة والستات بياخدوا نفس الحسنات لما يحسنوا العمل، ونفس نفس العقاب. السيئات ونفس العقاب وكل حاجة. م. لكن في ملمح كده صغير،
يعني دايما هتلاقي في القرآن الكريم ربنا مثلا بيتكلم عن المؤمنين والمؤمنات، التائبين والتائبات، الذكورة الأول ثم الأنوثة ثانية، مم. إلا في موضوع الزنا ابتدى بالست والزانية والزاني مم. ولا العقوبة بتاعته. وكأنه في التشريع الحكيم إشارة إنه الغلطة هنا بتبدأ من الست الأول، لأنه قصة الزنا معناها ست موافقة إنها تدخل في علاقة حرام. فهتلاقي في بعض الآراء بتقول لك الآتي، يعني النصايح اللي بتتقال للست اللي عرفت إن جوزها خانها: غيري لبسك، اهتمي بمظهرك، غيري البرفيوم بتاعك، شوفي هو بيحب ايه وحاولي انت تكوني بهذا الكلام. مم. طب لو عكسنا الآية والراجل عرف ان مراته دخلت في علاقة زنا كاملة، هيقبل ان احنا ننصحه نقول له ما تغير طريقة لبسك، ظبط دقنك وظبط شعرك، حط برفيوم مختلف وشوف هي ايه اللي ناقصها وحاول تكمله؟ هل ده مقبول عند الذكور عند الرجالة؟ طيب على ارض الواقع اه انا احيانا بيجي لي حالات كده فعلا، يعني احيانا بيجي ده. الحمد لله مش كتير ومن الندره، والحمد لله ان احنا ده من الندره، ولكن خلينا نقول انه احنا حياتنا مع بعض كزوج وزوجه. خلينا نتخيل كده مربع الكلمات المتقاطعه. كل مربع او المربع الكبير ده انا سميته مربع الاحتياجات الاساسيه الملحه. هو احتياج اساسي ملح، كل مربع في الكلمات المتقاطعه او المربع الكبير ده بيحوي احتياج اساسي ملح. احتياج زي الحب، الاحترام، الثقه، العلاقه الحميمه، احتياجات كتير جدا، والاهتمام طبعا، واحتياجات كتير جدا ملحه بيحتاجها الاثنين من بعض. ليه؟ لانه الاثنين بشر. ما ينفعش في علاقه الجواز حد يدي اهتمام والتاني لا، او حد يدي احترام والتاني لا. لا، لازم الاثنين خلينا نقول بيوفوا لبعض هذه الاحتياجات الاساسيه لبعض. على ارض الواقع في رجال احيانا ما بيقدروش يعملوا كده، او ست او سيدات. ليه؟ لانه مع الضغوط والمشاكل والعمر حاجات كتير جدا او مربعات من دي كتير قوي بتسقط او بتقل. فجاه كده مربع الاهتمام مبقاش موجود، يا اما قليل قوي يا اما ما فيش خالص. مربع الاحترام اوقات من كتر المشاكل والخلافات والضغوط برضو ممكن جدا نتفاجئ انه ما فيش احترام. مربع الثقه، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بنفضل ندور على ان احنا يعني خلينا نقول نملى المربعات دي من جديد، لانه ما فيش انسان هيحب يعيش وهو ما حدش مهتم بيه، او ما حدش بيحترمه، او ما حدش بيثق فيه. او ما بيحققلوش الاشباعات اللي هو محتاجها. بالظبط. وحضرتك احنا سميناه مربع الاحتياجات الاساسيه الملحه، يعني هيفضل الالحاح ده قائم طالما احنا عايشين. الرجال بيعملوا ايه عشان يملوا المربعات اللي فضت او قلت؟ والسيدات بتعمل ايه؟ الرجال، نبتدي بالرجال بيعملوا ايه في الاول. اول شيء الراجل، لانه خلينا نقول قد، يعني احنا مش هنعمم لانه مفيش تعميم في العلاقات الانسانيه، لكن الكثير من الرجال لما بيحسوا ان المربع ده فضي اول حاجه بيتجهوا انه انا متسرح لي زواج اخر، فبيبتدوا يدوروا عن اخرى او اخريات يملوا المربعات اللي فضت. كويس. يعني ده اسهل من ان هو يحاول مع مراته يصلحها، يصارحها، يكلمها في نتفق العيوب او في الحاجات الحرمان اللي هو بيعاني منه في واحد اتنين تلاتة. هل ده اسهل؟ نتفق ان دي مرحله لاحقه على انه خلاص قعدوا الاثنين حاولوا، فالاثنين بعد ما حاولوا عرفوا الاثنين انه ما فيش هو ده، المربعات هتفضل فاضيه، او المربعات خلاص هتبقى الاحتياجات الملحة. قليله، الاحتياجات الملحه خلاص. يعني قعدنا واتكلمنا ومفيش فايده. طب وبعد كده؟ طيب خلينا نقول بقى الرجاله بيعملوا ايه عشان يملوا هذه الاحتياجات او هذه المربعات اللي فضيت خلاص، والستات بتعمل ايه؟ فزي ما احنا بنقول كده انه مفيش تعميم حقيقي في العلاقات الانسانيه. بعض الرجال بيتجهوا لاقامه علاقات سواء بقصد الزواج بعلاقه مشروعه او علاقات غير مشروعه. تمام. فده اول اتجاه قد يروح له بعض الرجال. طب البعض الاخر ممكن يعمل ايه؟ يتجه بقى، هو عايز ياخد اهتمام فبياخده من شغله مثلا، بياخده من اهله، بياخده من اصدقائه، بياخده من ولاده، فبيبتدي يدور على المحيطين. ارمي نفسي في شغلي في حياتي الاخرى، يبتدي يخلق لنفسه حياه موازيه علشان
يعني خلينا نقول تكفل له بقى ما نقص من احتياجات اساسيه ملحه. مم. الرجال. طب اما السيدات فالحمد لله بيحصل العكس. ايه العكس؟ يعني بعض السيدات او الكثير خلينا نقول املى الاحتياجات الاساسيه الملحه اللي نقصت من ولادي، فبتبقى مم. ام العيال. يعني على طول بقى الولاد واكلهم ومذاكرتهم وتمارينهم تقصدي انها بتنسحب شيئا فشيئا من دور الزوجه والحبيبه، للام فقط. وتبقى تتفرغ لدور الامومه، ويبقى الاشباعات من اللي جاي من هنا بتعوض النقص اللي جاي من هناك. بالظبط، فالاشباع النفسي خلاص بتاخده من الولاد. احنا بنتكلم على الكثير من الامهات بيعملوا كده، او من الزوجات بيعملوا كده. طيب تاني حاجه، لو ليها مثلا اهلها موجودين فبتزود صله الرحم بيهم. لو هي صاحبه كارير ووظيفه خلاص هي برضو خلينا نقول يعني بتثبت ذاتها اكتر في وظيفتها وتبتدي تشتغل اكتر. بقصد انها بتاخد اجراءات خارج اطار بقى الرجل نفسه. مم. طيب القليل، خلينا نقول الحمد لله انه القليل من السيدات بيتجهوا بقى الاتجاه الاخر. طيب زوجه عايزه تحس انها ان هي في شخص، في راجل مهتم بيها، فقد تلجا لعلاقات اخرى. لكن الحمد لله بكرر ان هم قليلين الحمد لله يعني، طيب، بس موجودين. للاسف الشديد. طيب تعالي نتكلم عن فكره الصبر على اختبارات الحياه. يعني الحياه موجوده، لقد خلقنا الانسان في كبد. هناك ابتلاءات قد تكون في النفس، في المرض، في الأهل، في الأولاد، في المال، في الشغل. بتلاقي في ناس كتير بتجزع على طول أول ما يتحط في اختبار، أول ما يحصل مشكلة، كثير الشكوى، كثير الصراخ، كثير البكاء. وقد يكون البكاء والهلولة اللي هو عاملها دي بتصعب عليه ان هو يشوف حل، يوجد حل ده بديل. حقيقي جدا، ده حقيقي، ده حقيقي. الصبر او عدم الصبر خلينا نقول ده نقص من خلينا نقول نقص في الايمان ونقص في الإرادة كمان. يعني الإنسان القوي الواثق من نفسه هو اللي عارف كويس قوي إنه بالصبر هيتخطى الأزمات أو يتخطى المشكلة. يعني احنا عندنا مشكلة، عندنا كارثة، عندنا مصيبة، عندنا أزمة، عندنا زي ما حضرتك قلت احنا عندنا الكثير من الابتلاءات، سواء في الصحة أو في الأولاد أو في الزوجة أو في الشريك أو في المال. الكثير من الأزمات والمشاكل اللي ممكن تمر بينا عبر سنين عمرنا. ولكن فعلا الانسان القوي هو فقط اللي خلينا نقول يملك ادواته. واللي يعني لما من تحصل أهمها مشكله، الصبر. لما تحصل مشكله يصبر عليها. والصبر ده عايز زي ما قلنا مجهود. حضرتك قلت برضو حاجه رائعه كالعاده يا استاذ علاء، قلت انه من غير الصبر مش هيبقى عندنا هدوء لمراجعه نفسنا وحل المشكلات. يعني لو انا خدت على عاتقي وقابلت الصبر ده بشكل عنيف وانفعال وانهيار، ان في ناس بتقابل الازمات والمشاكل بانهيار. بانهيار تام، ما يقدروش يعني يواجهوا الفتره دي او الموقف ده، ما بيقدروش بالتالي يصبروا على ده. للاسف لا بتتعالج المشكله، وللاسف كمان بتتفاقم المشكلات بدون الصبر. إذا زي ما اتفقنا احنا محتاجين صبر جميل. صبر جميل. شرفتينا، كل سنة وانت طيب. ميرسي وحضرتك طيب، وصحة وسلامة كل المشاهدين بخير، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا كلنا يا رب، وربنا يعيد الأيام على الجميع واحنا بخير وصحة وسعادة. أشوفكم بألف خير.